السلام عليكم. بلا موضوعنا اليوم مشكلة الأفارقة في تونس. الموضوع اللي طارح نفسه العام هذا، مش اليوم، لها أكثر من عام، لها عامين. بداية تدفق المهاجرين الأفارقة الحراقة على تونس بطريقة غير شرعية. اليوم الناس كل وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام والصفحات الكبرى في تونس نحسها تضلل كلها دورها معناتها تضليل الرأي العام مش تنوير الرأي العام. علاش كي تحكوا على تدفق المهاجرين الأفارقة على تونس بس ما تحكوش منين جو؟ علاش ما تسموش الحاجات؟ علاش ما تقولوش كونها 100% من المهاجرين الأفارقة، كل 100% من المهاجرين الأفارقة يدخلوا لتونس عن طريق الجزائر، يدخلوا لتونس حراقة من الحدود الجزائرية وبتواطئ من الدولة الجزائرية اللي تسهل عبورهم لتونس. حتى تدخل حتى تلقى البعض تشارك بتعليق وبحكم معرفتنا بالحدود ومعرفتنا ببودرياس وبوشبكة وبفوسانة وبالخمودة وبقلعة سنان وجهة الكاف، كيفاش يدخلوا يوميا ونعرفوا كيفاش يدخلوا ونعرفوا الحدود، نعرفوا كونها من جهة الجزائر كل 2 كيلومتر ثم تلقى زوز 3 عوان، اما 3 عوان درك وطني ولا عسكر. بينما في الجهة المقابلة في تونس هذه البوابة متاع بوشبكة بعدها تمشي يجي 30 كيلو، واقسم بالله العظيم لا يعرضك عون حرس ولا جيش، ما تشوف حد ثم كان تقول مش بلاد اصلا. وصل حتى الافارقه اللي نسالوهم، الافارقه اللي تقابلنا نحن وياهم سواء في صفاقس سواء لبرا، تقابلنا نحن وياهم سواء في صفاقس سواء في ايطاليا سواء في فرنسا، نسالوا فيهم كيفاش وصلت، كله يقول لك سواء جاء، يقول لك اللي جاي من الكوت ديفوار، من غينيا، من الكاميرون، من غامبيا، يقول لك نجوا المالي ومن المالي ندخلوا للجزائر ومن الجزائر لتونس. وكيفاش ويوصلوا ويزيد يفهموهم تدخل تونس بعد 30 كيلومتر تلقى ولا مدينة كبيرة تركب لسوسة ولا صفاقس ولا تونس العاصمة، ومن ثم يركبوهم اللواجات البلاصة لسوسة ولا تونس العاصمة ولا صفاقس ب20,000، هم يركبوهم ب50,000، يركبوا 8 بلايص الواحد ب50,000، ويقولوا لهم أول دورية متاع شرطة ولا متاع بوليس ولا متاع حرس مرور ولا حاجة في الطريق راهو يحبسونا تعطوه 50,000. وفعلا هكاك يعطوه 50، 8 من الناس 50، معناتها 50 على 8 حكاية فارغة، الواحد يطلع باي وقت 5,000 ويتعدوا. علاش انتم تحكوا في الحل حراسة حدودك على الجزائر، على خاطر حدودنا ما فيهاش امن، راهي سايبه الحدود التونسيه الجزائريه والامن ثم ما عدا البوابات الرئيسيه. شفتوا الطريق الرئيسي مثلا الدخله ذيك من بوشبك انت ماشي للجزائر تلقى بوابه في ثم وين ديوانه وبوابه وشرطه حدود واحد، كيف قلعه السنان كيف الاخرين. اما ذيك ما بينهما فك الدواوير ولا رياف المتاح مع الحدود ما تلقاش راهو حرس تونس، ما تلقاش وسهله راه لا حراسه ولا هم يحزنون. ما ثمش بلاد على وجه الارض سايبه كيما البلاد هذيك، اقسم بالله تنقلنا بين بلدان في بصراحه حتى في الاتحاد الاوروبي برغم متوحدين ومش هكاك، مش للدرجه هذيك. تلقى تجي متعدي من ايطاليا لفرنسا جهه 20 ميل بين 20 ميل ومونتون، تلقى موجود جيش وموجود في الغابه وموجوده بوابات ودوريات كيف من الجهه الاخرى جهه كلافيير ومونت جنيفر الحدود بين ايطاليا وسويسرا وفرنسا زاد كيف مش ب30 كيلومتر ما تلقى فيها حتى عون كيما تونس. السلام عليكم.